على لعيبه الاهلي، لكن الانتشار احسن بالنسبه للاهلي. تريكا بيحاول واسامه رجب معاه، وايه بقى هي ركله جزاء للاهلي وانذار على اسامه رجب. انذار على اسامه رجب وركله جزاء للاهلي. محمد ابو تريكه جوه منطقه الجزاء وفيها ركله جزاء. اللقطه ايه دي يا كابتن زيزو؟ واللقطه ايه دي يا كابتن خالد؟ ودون في كشكولك يا كابتن تامر وقول لي ايه اللقطه دي فيها ايه. ادي الاعاده وادي تريكا مع اسامه رجب. ما اقدرش احدد. اتفقت اني ناسي النضاره. اتفقت مش هتكلم عن التحكيم تاني، لكن اللقطه دي بكامل قراراتها عند الاستوديو التحليل. ركله جزاء للاهلي في الدقيقه 34 من احداث شوط اللقاء الاول. ابو تريكه جوه منطقه الجزاء في كره مشتركه مع اسامه رجب بيحتسبها حكم المباراه ابو تريكه. وابو تريكه هو اللي هيسجل ولا هو اللي هيضيع؟ وابو جبل في مواجهه ابو تريكه 6 اهداف سجلها ابو تريكه في انبي. بيبحث ابو تريكه عن هدفه السابع. بالمناسبه هو اللي متصدر الهدافين في المواجهات المباشره ما بين انبي والاهلي. تريكه وابو جبل وابو تريكه الثاني للاهلي. محمد ابو تريكه يسجل الثاني للاهلي في الدقيقه 35. يبقى الاهلي 2 انبي لا شيء. هو ابو تريكه بيسجل هدفه في الدوري المصري. وهنا قدامنا كده مانويل جوزيه يعني بيحيي ابو تريكه، واحمد فتحي بيسلم على تريكا، وده بالتاكيد يعتبر هدف هديه الميلاد بالنسبه لابو تريكا اللي اتم ربيعه الرابع والثلاثين. ابو تريكا بيركن على يمين ابو جبل اللي بيروح للزاويه الشمال، واحلى احتفال بعيد الميلاد لابو تريكا. هديه لعيبه الاهلي لابو تريكا.